محمد منير الزين من ألمانيا. شيخ محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا بتريد ممكن أخوض معكم بالموضوع إذا أمكن. تفضل بس باختصار شديد الله يخليك. تفضل. نعم. تفضل. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها دليل واضح على أن من اتبع غير سبيل المؤمنين أي العلماء بالعقيدة أو بالأحكام أنه من الذين يصيهم الله جهنم كما بينت الآية. طيب. كمن خالف إجماع العلماء باستحلال ما حرموا كبيع لحم الخنزير ولو لغير المسلم وبيع الخمرة ولو لغير المسلم أو العمل بهما، أو أجاز أكل الأشياء الطاهرة إذا خالطها شيء من دهن الخنزير وهذا لم يجزه الشرع. وكذلك الذي يفتي الناس أن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعد طلاقا بالواحدة وهذا يخالف الإجماع الذي نقله ابن المنذر وابن رجب الحنبلي أنه يقع ثلاثا بالإجماع. طيب. وكذلك الذي يفتي أن الغضبان لا يقع طلاقه والصحيح أنه يقع طلاقه إذا كان يعي ما يقول. طيب. والذي يحرم أمرا مجمعا على جوازه بين العلماء مثل تحريم التبرك بالكعبة أو بآثار الأنبياء والصالحين. ذكرت مجموعة من الشواهد يا أخي الكريم اللي عايز توصل له إيش؟ وكل هذه الأشياء المخالفة للإجماع ذكرها الدكتور القرضاوي في حلقات سابقة. طيب. نحن من باب النصح للمسلمين نقول بأن يوسف القرضاوي ليس مجتهدا حتى يفتي الناس بالحلال والحرام مما يخالف الإجماع. طيب شكر الله لك يا أستاذ. لأن هذه الفتاوى أستاذ محمد منير شكر الله لك. أعزائي المشاهدين تخالف ما جاء به المسلمون. طيب أنا أعتقد سيدنا الشيخ أنت يعني سمعت ما